سر من اسرار الراحه في الجري هو التحكم في النفس. النهارده هقول لك ازاي تتحكم في نفسك وانت بتجري. اول واهم حاجه هي انك تجري بسرعه ابطا وتخلي جسمك ريلاكس مش مشدود. 90% من الناس للاسف بيجروا بشكل سريع زياده عن اللزوم، وده بيخليهم يتعبوا بسرعه ونفسهم يتقطع بشكل اسرع. المفروض ان انت تقدر تعمل محادثه طول ما انت بتجري لو في حد بيجري معاك او بتتكلم في التليفون، بيسموها conversational pace. الحاجه الثانيه محتاج ان انت يكون عندك رتم منتظم تمشي عليه طول الوقت. في كذا طريقه للتنفس وكل واحد بيختار الطريقه اللي تناسبه وتريحه. الطريقه الاولى هي 2-2 ودي بتحسبها بعدد ضرباتك في الارض، فانت بتاخد نفس في مرتين وبتطلع نفس في مرتين زي كده. او ممكن 2-1 فتاخد نفس في مرتين وتطلع النفس مره واحده، فيبقى بالشكل ده. اهم حاجه اتحكم في نفسك وما تخليش رتمك سريع. خد نفسك بالراحه، طلعه بالراحه، اتحكم فيه، خليه منتظم وهتعرف تتنفس وهتبقى زي الفل. اخر حاجه، انا شخصيا بحب اتنفس من مناخيري وبقي مع بعض عشان اقدر ادخل اكبر كميه اكسجين لجسمي. ممكن تتنفس من مناخيرك وبقك مع بعض، ممكن تتنفس من مناخيرك وتطلع النفس من بقك، اللي يريحك. ومع الوقت هتلاقي ان انت بدات تجري بشكل مريح اكتر ومش بتتعب بسرعه. جربها النهارده وقول لي رايك. سلام.